اهلا بيكم متابعي مسلسل ساعته وتاريخه. زي ما عودناكم دايما قبل الحلقه ما بتنزل بننزل لكم عنوان الحلقه الجديده وتفاصيل الحلقه، وبعد كده بنعرض لكم ملخص الحلقه والجريمه الحقيقيه للحلقه. بينتظر الجمهور عرض الحلقه العاشره من مسلسل ساعته وتاريخه اللي بتحمل اسم شهاده حق، والمقرر عرضها اليوم الجمعة الموافق 3 يناير في تمام الساعة 10 مساء عبر فضائية DMC ومنصة واتش إت. ومن المقرر أن تناقش الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه اللي بتحمل اسم شهادة حق قضية هتك العرض وعدم تهاون القانون المصري فيها، حيث تعرض الحلقة قضية حدثت في محافظة الفيوم وراحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها. وبيشارك في الحلقة العاشرة النهاردة من مسلسل ساعته وتاريخه عدد من الفنانين، منهم هبة مجدي وعدد من نجوم برنامج تجربة كاستنج، وهم دنيا نعمان وميشيل مساك وسيف محسن وأحمد أسامة وإسلام خالد. وتذاع حلقات مسلسل ساعته وتاريخه يومي الخميس والجمعة عبر شاشة قناة DMC في تمام الساعة 10 مساء، وكل حلقة بمثابة قصة منفصلة بتستعرض واقع من المجتمع المصري مأخوذ عن إحدى القضايا المحاكم والتي كانت مؤثرة للغاية. ويناقش المسلسل 26 قضية في حلقات منفصلة، وهي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت فيها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد المجني عليه في كل قضية. وتدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه حول الملفات الحقيقية من داخل المحاكم المصرية التي أثارت الجدل عند حدوثها، مثل مقتل نيرة أشرف طالبة المحلة. وروجت الصفحة الرئيسية لمنصة الرقمية واتش إت للحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه، واللي هتظهر فيها الفنانة هبة مجدي كضيف شرف. ونشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمنصة واتش إت البوستر الرسمي الأول لحلقة اليوم، وعلقت عليه وقالت: عاوزين تعرفوا ايه اللي حصل في قصة شهادة حق؟ تابعوا حلقة النهاردة. وبكده خلص الفيديو التشويقي لحلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان تتابعوا الملخص وتتابعوا القضية الحقيقية.